مساء الخير زملائي على المنصة. أنا أولا أشكر الدكتور شريف والأستاذة منى ماهر إنهم حرصوا أو كانوا حريصين دايما على إني أحضر معهم ندوات الشباب أو مناقشة أعمال الشباب، وأنا بحيي فيهم تشجيعهم الشباب اللي هو عنده موهبة أو عنده طاقة جبارة، فبيحاولوا يستخرجوا هذه الطاقة الكامنة من داخل الشباب، الطاقة الأدبية في زمن احنا اختلط فيه كما يقال الحبل بالنابل، وأصبحت الروايات والأعمال الأدبية بالكثرة بمكان إنها حتى لا تساوي الورق المكتوب عليه. فكان المشروع الرائع اللي قام به الدكتور شريف مشكورا والأستاذة منى إن هم بدأوا ينتقوا الشباب الجاد الواعي الذي كاد أن يضيع في خضم هذه الروايات التي يعني أقل شيء يقال عنها إنها لا تصلح إنها تقرأ حتى أو تنشر في الكتب. فالحقيقة إن حسيت إن في روح جديدة في المجتمع الثقافي، وحسيت ان في حياه جديده بدات تدب في الحياه الثقافيه او في الحاله الثقافيه عندنا، واتمنى ان تكون دي نهضه فعلا نقوم بها هذا الثنائي الرائع. روايه فيكا طبعا الاسم اجنبي ما هوش اسم عربي، وهنعرف من اي بلد هذه هي اسم فتاه. فيكا الأستاذ مجدي حليم الروائي. أنا قرأت هذه الرواية حقيقة وشد انتباهي بعض أشياء فيها هقولها خلال النقد، ولكن أنا رأيت أكثر شيء ظهر أو برز أمامي من خلال قراءتي لهذه الرواية إنها تنتمي للأدب الإنساني الخالد. الأدب الإنساني الخالد اللي هو كتبه معظم أدباء روسيا وعلى رأسهم تولستوي، ومعظم أدباء أمريكا وكتاب أمريكا هيمنجواي وكتاب فرنسا إلى آخره. فهذا الأدب الإنساني الخالد هو يصلح لكل زمان ومكان، والنص الأدبي الذي كتب لهذا النوع من الأدب هو بيعالج الإنسانية كلها، ورائد الأدب الإنساني الخالد كلنا عارفينه شكسبير. نصوص شكسبير بتصلح للزمان والمكان. نصوص شكسبير عمرها ما بتموت، لأن كل واحد بيقرأها بيجد فيها نفسه، إن كان في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب. بتعبير تولستوي، وأنا أرى أن تولستوي يعني بيفرض نفسه علينا في هذه المسألة حقيقة. بتعبير تولستوي أن الأدب الإنساني الخالد ده بيسميه أدب قومي. طبعا كلمة قومي هنا تخرج من معناها المعجمي الاصطلاحي عشان بنرجعها لمعناها المعجمي القديم. إيه القومي؟ القومي هو الذي يمس الإنسانية جمعاء، مش القومي اللي بينتمي لبلد معين أو وطن. إنسان. قال